اليوم في هذا الفيديو سنأخذ نظرة عامة على اللغة التي نتكلم بها في بلادنا المغرب. ولماذا أتكلم بالفصحى؟ فقط لكي تفهمني باقي البلدان ويلاحظوا كم هذه اللغة غريبة. في الدارجة عندنا كلمة نستعملها كثيرا وهي كحز. عندما ستسمعها أول مرة ستظن أنها كلمة قبيحة، لكن لا، هي فقط كلمة عادية. فماذا تعني؟ كحز نعني بها وباختصار افسح لي المجال لكي أجلس بجانبي. يعني عندما يكون الشخص جالس وأنت أيضا تريد أن تجلس، تأتي عنده وتقول كحز، وفقط ها أنت استخلصت هذه الجملة كاملة. الكلمة الثانية التي عندنا في الحقيقة، أنا عندما أسمعها أبدأ في التفكير وأقول فهذه الكلمة هي تفوقيرة. أعطيك مثال لتفهم. إذا جاء عندك شخص وحمل معك بعض الأشياء التي تريد أن تقوم بتحويلها، مثل ثلاجة، أريكة، المهم عندما يساعدك وينتهي، عليك في هذه اللحظة أن تقدم له القليل من المال، وهذا المال هو ما نسميه بالتفوقيرة. في بعض المدن المغربية يقولون دور معه، ولكن في